عارفين ليه الزوج بقى طول الوقت نفسه في زوجة تانية؟ وعارفين ليه الزوجة بقت طول الوقت مضغوطة ونفسها تنتحر؟ هقول لكم ليه. أولا ربنا قالك وعاشروهن بالمعروف. انت وزوجتك أول ما بتيجي تتجوزوا بتبقوا عايشين أسعد حياة في الدنيا لحد ما بتخلفوا. طول الفترة دي وانتوا عايشين في أسعد حياة. ليه بقى؟ عشان هي عندها وقت كافي لحضرتك ولنفسها، فمدلعة نفسها فمدلعاك، فنفسيتها كويسة فنفسيتك انت كمان كويسة. أول ما بتيجي الأولاد حضرتك بتسيب كل حاجة، فبتبتدي هي بقى ايه؟ تمشي على الدايرة دي، تلف بقى حوالين نفسها. تصحى من النوم تنظف البيت، تجهز الفطار، تودي الولاد المدارس، تجيب الولاد من المدارس، توديهم الدروس، ترجع تذاكر لهم، ترجع تغديهم، ترجع توديهم التمرينات. شفت الدايرة اللي هي فيها؟ تيجي آخر اليوم مهدودة مش شايفة قدامها، يا دوب تشوف السرير بالعافية عشان تنام. حضرتك تيجي من شغلك تاكل، تقعد عندك وقت فراغ كبير، ما فيش، هتعمل انت ايه؟ تمسك الموبايل زهقان، تكلم دي، دي تقول لك كلمة حلوة، عايز بقى ارجع انا ايام الشباب والدلع. فتفضل تفكر، تفضل بقى تبص لمراتك بصورة وحشة، انت عاملة كده ليه؟ انت بقيتي مقرفة كده ليه بقيتي عاملة كده؟ طول الوقت بقى خلاص هي ما بقتش عاجباك، بقيت عايز التانية رغم ان التانية مش عاجباك في حاجة، بس عاجبك طريقة ان انا بقى في حد معايا مهتم بيا. تعالوا نعدل المعادلة نسويها. أنا قلت قبل كده الحياة الزوجية لازم تبقى معادلة صحيحة متساوية، ما ينفعش حاجة أعلى من حاجة أبدا. يعني حضرتك ما ينفعش إن أنت تبقي شايلة كل حاجة وزوجك يروح شغله ويجي من شغله يمسك الموبايل، عنده فراغ كبير وأنت عندك ضغط كبير. فين المعادلة في كده؟ لازم حضرتك تقسمي، انت تنظفي البيت، انت تطبخي، انت تذاكري للاولاد، هو يودي الاولاد الدروس، هو يودي الاولاد التمرينات. سامعيني كويس؟ بقى في معادله، بقى عندك وقت في الوقت اللي هم في التمرينات فيه. التمرين بتاع الاولاد ما بيقلش عن ساعه ونص او ساعتين، هتكوني انت مجهزه كل حاجه، هيبقى عندك وقت تقعدي اصلا كده ترتاحي، تاخدي الشاور بتاعك، تظبطي دنيتك، النفسيه اتظبطت معاكي. يجي زوجك من بره، تحطي الغدا ليهم او العشاء، الاولاد تدخل تنام عشان وراهم مدرسه الصبح، في عندك وقت ليكي انت وزوجك تقعدوا بقى مع بعض تتكلموا. وهو ما بقاش عنده وقت الفراغ الكبير اللي ما كانش عارف يوديه فين، اللي كان بيدور على حد يملاه. انت مليتهوله في بيته في اسرته. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هي دي رعيتك، لازم تشيل. لما تشيل هي دي الاسره، انت كده عملت اسره، انت كده رب المنزل، وحضرتك كده بقيتي الست، لا مضغوطة ولا تعبانة ولا نفسيتك طول الوقت تعبانة 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 ولا أي حاجة. بقيتي حاسة ان انت ست تعملي كل حاجة بهدوء. زوجك بقى له حق عليكي وانت ليكي حق عليه، بقى عندكم وقت تقعدوا مع بعض تتكلموا مع بعض، ما بقاش في وقت لحد. هتلاقيه في اللحظة دي خلاص هو مش شايف غيرك. الحياة بقت متساوية، فانت لا انت شايفة غيره ولا تعبانة نفسيا ولا مضغوطة ولا شايفاه عبء عليكي عشان طول الوقت عايز يتكلم معاكي وانت مش عايزة. وفي نفس الوقت ولا هو شايف ان هو عنده فراغ كبير وان انت مش سائلة فيه. لا، انا بقيت مهتمية بيك ومعاك مادام احنا شايلين البيت مع بعض. الام لو هي عمود البيت فحضرتك اللي ساند العمود ده اللي ماسكه، لو اتحركت او بعدت العمود هيقع فالبيت كله هيتهد. يا ريت تفهم انت وزوجتك رسالتي صح، شيلوا مع بعض عشان البيت يمشي بسلام وامان، عشان تخرجوا للمجتمع اطفال اسوياء نفسيا واخلاقيا، عارفين ان الحياة مشاركة بين الام وبين الاب.